شايفين بقى يا حبايب قلبي، وبكده يبقى خلصنا السفرة بتاعتنا الجميلة دي. ادي صينية الرقاق، وادي السلطة، وادي العصائر والرز والشوربة بتاعتنا والخضار. واتمنى تكون حلقتنا عجبتكم. مع السلامة حبايب قلبي. النهاردة بقى يا حبايبي عندنا عزومة الحبايب، مفيش اغلى منهم طبعا، وهي ست الحبايب يا حبيبي. قلت كده نزلت عند الجزار، رحت جبت كيلو ونص من اللحمه كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله، وهنقطعها. وقلت بقى ايه، هدلعها بقى، ملناش غيرها بقى وكده، ربنا يخليها لينا. رحت قطعت بقى حته اللحمه القمر دي زي ما انتم شايفين كده. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، انا قطعت القطعيه بتاعتي هي القمر دي زي ما انتم شايفين كده. حطيت بقى حله على النار كده زي ما انتم شايفين، وحطيت فيها ميه تغلي، وجهزت طماطميتين كده متقطعين نصين، وجزرايه دواير، وبصلايه 4/4 كده، وحطيتها في الخضار بتاعي. وهبدا اسمي بسم الله وانزل باللحمه. ما بحبش بقى ايه، ست الحبايب بتحبها بالطريقه دي، ما بتحبش فيها نظام تشويح بقى ولا الكلام ده. فانا لازم اعمل بقى ايه اللي ست الحبايب بتحبه. بصوا انا كده علقت على اللحمه. هاجي بقى هعمل الخطوه التانية. انا بقى ولا هديها توابل ولا هديها ملح ولا هديها اي حاجه دلوقتي، الا لما تغلي غلوتين معانا. الحاجه التانية هنعملها هنا، معانا نص كيلو من البصل، هروح انضفه واخرطه عشان معانا عصاج لحمه لفرش احلى صينيه جلاش ان شاء الله. هنا بقى يا حبايبي جبنا طاسه صينيه زي كده على النار، وحطينا اللحمه بتاعتنا المفرومه من غير اي مواد دهنيه خالص، هي هتسوي نفسها بنفسها. وهننزل طبعا بالبصل عليها ني. بصوا بقى اللحمه بتاعتي كده يعتبر خدت سوا، عايزه البصل على طول. انا فككتها من بعضيها خالص، لان هي لما بتتحط كده بتبقى كأنها تتسلق، فببدأ افككها كده من بعض عشان خاطر ايه، ما تدينيش كتل مع بعض كده زي المسلوقه. وهنا بقى اروح افرم البصل بتاعي في الكبه. احنا عايزينه ايه يا دوبك قطع يعني مش صغيره قوي اهو زي ما انتم شايفين منظره كده. وهبدا بقى ايه انزل كده عليه باللحمه بتاعتي. هبدا كده بقى ايه اسمي بسم الله، اقلب اللحمه بتاعتي في البصل كويس لحد ما يتشربوا من قلب بعض، وانزل بعد كده بالتوابل. الطريقه دي صحيه قوي يا بنات، حلوه يعني، متبقاش فيها نسبه دهون كتير في قلب صينيه الجلاش. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده اللحمه بتاعتي يعتبر دخلت على السوا. هبدا كده انزل بقى بحبه فلفل اسمر عليها، مش هديها اكتر من فلفل اسمر، واما تقرب تستوي خالص هديها الملح بتاعها بقى عادي. بصوا بقى يا حبايبي، التوابل اللي هننزل بيها على اللحمه بتاعتنا دي هي مكونه من توم باودر، بصل باودر، قرفه، جنزبيل، مرقه فوريه، 7 بهارات، ملح، فلفل اسمر. غير كده ما تحطيش. هنسمي بسم الله وننزل كده. طبعا لو عندك نوع مش موجود تقدري تستغني عنه عادي، وتقلبي بقى التوابل بتاعتك دي كويس في قلب اللحمه. بصوا يا حبايبي، انا اديتها بقى ربع كوبايه ميه كده عشان تستوي. شايفين ما شاء الله لونها عامل ازاي، بقت جميله واستوت على الاخر. وطبعا عشان المصداقيه، لان اللحمه حمرا صافي، انا اديتها ايه معلقتين زيت عشان ما تعملش قعر معايا وتتحرق. ما شاء الله العصاج بتاعي بقى كويس تمام. وهنروح نجهز لفه الجلاش بتاعتنا القمر. معانا لفتين من الجلاش هنروح نعملهم ان شاء الله. انا بدات هنا لفه الجلاش اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي، حطاها واغطيها كده بالفوطه علشان ما تنشفش، واستخدم منها حسب ما عاوز. وهبدا هنا بالصينيه هنزل كده بالسمنه البسيطه. هبدا اعد طبعا الورق ده وهقسمه نصين، واخد ورقتين ورقتين كده. وهبدا كده ايه انزل كده في الصينيه واقص ورقتين ورقتين اهو زي ما انتم شايفين كده. النص كيلو جلاش يا حبايبي طلع معايا 8 فوق و8 تحت. هسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنزل باللحمه بتاعتي.
بصوا حبايبي انا رصيت اهيت رصة الجلاش. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا هنا ايه بدأت اغطي بقى الجلاش بتاعي بالطبقة التانية، ورقتين ورقتين برضو، وبين كل ورقتين وورقتين هبدأ ايه ادهن طبقة من السمنة كده. بصوا حبايبي ادي اخر طبقتين اهمت، هدهنهم برضو سمنة. بصوا بقى يا حبايب قلبي، دي الحروف ديت او الحروف ديت شايفينها، هنبدأ كده ايه نتني الصينية بتاعتنا وندخلها ايه لتحت كده. ويا حبايبي شايفين شكلها عامل ازاي. طبعا هبدأ اقطعها بقى بالسكينة. بصوا بقى ابدأ كده ايه بسم الله اقطعها كده. هنا بقى يا حبايب قلبي معايا بيضتين، هبدأ اكسرهم كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ادي البيضة التانية. هبدأ كده ايه انزل بمعلقة ربع معلقة فلفل اسمر صغيرة على الطرف كده، وابدأ ارجهم كده. شايفين يا حبايب قلبي. هبدأ كده ايه انزل بكوباية الحليب دي. يبقى احنا عملنا خليط قمر كده لصينية الجلاش بتاعتنا ديت، وابدأ انزل واحدة واحدة كده على الخليط بتاعنا ده، بالخليط بتاعنا دوت على صينية الجلاش. شايفين؟ ايه رأيكم في القمر ده بعد ما حطيت له الخليط بتاعه؟ شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا. اهو يا حبايب قلبي صينية الجلاش اهيت، هدخلها الفرن درجة حرارة 180. بصوا ما شاء الله الجمال. يلا بقى ايه عيش حياتك يا قمر. هنا الطبق التاني بقى معانا، رحنا عصرنا طماطم وخرطنا بصلايه كده، حطينا بقى كده معلقتين من الزبده حلوين كده زي ما انتم شايفين، عشان هنروح نجهز تسبيكه صلصه للبسله بتاعتنا او الخضار بتاعنا النهارده. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي البصله بتاعتنا دبلت، هنزل بالصلصه. هنا يا حبايبي بقى هبدا انزل بالفلفل الاسمر والملح بتاعتي والتوابل، كل اللي انت عايزه تضيفيه، بس ما تضيفيش اكتر من كده. فلفل اسمر، ملح، مكعب مرق الدجاج وخلاص. بصوا حبايبي القوطه اتسبكت، ودي بطاطسايه كده ببدا احطها الاول قبل الخضار علشان ما تاخدش ايه وقت، هي بتاخد وقت في السوا شويه عن البسله والجزر. وهنا اللهم بارك شايفين ما شاء الله صينيه الجلاش بتاعتنا قربت تاخد وش، انا مش مولعه عليها شوايه، هي بتحمر لوحدها. بصوا بقى يا حبايبي انا حطيت كيس البسله بتاعي اهوت بعد البطاطس ما خدت غلوتين، هو كان في الفريزر مفرزاه. هبدا كده بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم انزل بالشوربه زي ما انتم شايفين، طبق شوربه حلو كده. شايفين يا حبايب قلبي ما شاء الله اللهم بارك صينيه الجلاش تحفه. هنا بقى يا حبايبي هنبدا ايه نعمل السلطه بقى معانا. مش عارفه الكاميرا واضحه كده ولا ايه؟ انا بقى ايه كابوتشا كده نقطعها حلقات، هنعمل سلطه كده ايه فريش كده. معايا ايه بقى كابوتشا برضو بنفسجي، هنقطع كده منها جزء بسيط برضو. لازم بقى ايه نطلع الشيف اللي جوانا في قلب السلطه. شايفين كده بقى بسم الله ادي كده الكابوتشا البنفسجي، تقطيع كده كله ايه على هادي كده يكون حجم حلو. وهنا بقى ايه نبدا نقطع الخيار كده زي ما انتم شايفين.
قطع بقى فلفل، مش عايزه بقى اعمل لكم ازعاج بالصوت بتاع التقطيع ده. وبعد ما نقطع فلفل، انا طبعا يا حبايب قلبي بخلي الطماطم اخر حاجه، نقطع خضره. شايفين؟ بسم الله. السلطه بتاعتنا كده عايزينها ايه؟ يعني حلوه كده، مش فيها ميه ولا هي يعني تكون عامله زي بتاعه المطاعم كده، اللي هي بتاعه الكباب دي. شايفين شكل التقطيعه؟ بصوا طماطم بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. طبعا التصوير والله العظيم ساعات يعني انا ايه ببقى ماسكه الكاميرا لنفسي، فما ببقاش عارفه اصور قوي يعني. وهنا بقى يا حبايبي اخر حاجه وصلنا لها اللي هي البصل. هناخده كده ايه جوليان بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده ورا بعض كده، يدينا ايه جناح العصفوره. شايفين يا حبايبي؟ بصوا جناح عصفوره ازاي، شايفينه؟ هنقطع البصله بالطريقه دي. بصوا بقى يا حبايبي انا خلصت السلطه بتاعتي اهو. هبدا بقى ايه اعصر الليمون بتاعي اللي هو الدريسنج بتاع السلطه. يا دوبك هو عصير ليمون، حبه شطه، حبه كمون، حبه ملح. هي دي التوابل البسيطه خالص اللي انت هتحطيها على السلطه بتاعتك. معاك عصرتين ليمون حلوين كده. بصوا بقى يا حبايب قلبي، ربع معلقه من الشطه، ربع معلقه من الملح حسب برضو ايه مزاجك انتي، ربع معلقه من الكمون. شايفين اهو حاجات بسيطه كده. سن معلقه كده، معلقه كزبره كده، حبه من على حرف المعلقه. تبداي كده ايه تسمي بسم الله وتقلبي كويس الخضار بتاعك القمر ده، السلطه بتاعتك دي. هنا بقى يا حبايبي هنروح نعمل شويه رز ابيض كده بسرعه. حطينا كده ايه معلقتين 3 من السمنه على حبه زيت، عشان الزيت برضو بيدي لمعه للرز ويفلفله. نزلت على الرز طبعا بالرز على السمنه بتاعتي، حطيت ربع معلقه ملح على كيلو رز، وببدا اشوح فيه كده زي ما انتم شايفين. لازم يتشوح عشان البصمه بتاعته يدي بصمه كده وما يعجنش. شوحنا هنا يا حبايبي الرز بتاعنا اهو، بدأنا ننزل عليه بالميه المغليه، ميه مغليه اهم حاجه. اظبطي بقى ايه الرز بتاعك، شوفي ميته كان عايز ميه تاني، ملحه طبعا احنا في الصيام مش هندوب، بنحط بالويم كده. هروح بقى يا حبايبي اجهز العصير اللي احنا متعودين عليه طول شهر رمضان معاكم. من ضمن يعني العزومه هجهز عصير برتقان بالجزر. حبايبي احنا ضربنا العصير الجزر اهو، هننزل بعصير البرتقال زي ما انتم شايفين كده. انا بعصره وبركنه في التلاجة عندي حين احتياجه. ومعانا اخيرا وليس اخيرا وهو عصير الليمون بالنعناع، احلى من اجود وانواع العصائر الفريش يا حبايب قلبي، اللي ممكن تفطري بيها على الفطار او تغيري بيه كريها. معانا هنا ورق النعناع مغسول ومتقطف ومغسول نضيف غسله نضيفه. بسم الله. معانا 4 ليمونات متقشرين ومتقطعين كده برضو هنضيفه. معانا كوب الا ربع من السكر وده حسب الرغبه. بسم الله. وربع كوب من الحليب ده بيديه تست عالي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه عندك لبن بودر بتضيفي براحتك، عايزه عندك عسل نحل بتضيفي براحتك، اللي بيعجبك بتضيفيه. بس هو عصير ممتع وفريش جدا، جربوه يا حبايب قلبي. انا هضيف هنا معلقه من العسل النحل لتعزيز الطعم. ومعانا اخر حاجه هنضيفها هنا وهي قصنص النعناع. قصنص النعناع دوت بيعزز الريحه والطعم بتاعت العصير واللون بتاعه. هنبدا كده على هادي نبدا نضرب العصير بتاعنا. بصوا يا حبايب قلبي انا صفيت العصير النعناع بتاعي، وادي العصير البرتقال بالجزر. كده احنا جهزنا المشروبات، خلصنا الاكل بتاعنا. وادي الرز اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله مفلفل ازاي وزي الورد،
حاجه كده جميله ما شاء الله عليها يعني، اللهم بارك. وهنا طبعا البسله ام لحمه بتاعتنا جهزت خلاص كده، يعتبر الاكل بتاعنا خلص. هروح اغرفه ان شاء الله، والمغرب ان شاء الله قرب يأذن. هنا بقى يا حبايب قلبي بدات اصب العصير النعناع بتاعي بالليمون، ليمون النعناع. شايفين ما شاء الله الشكل الجميل.